الكارير اللي بيدخل جوه الخلايا انترا سيلولار ليفل الاكتيف موليكيولز او المواد الفعال اللي هو الاكسوزوم. ومن هنا لازم افهم ان احنا لما نيجي نعمل اكسوزوم او نحقن اكسوزوم، هو الاكسوزوم ده معاه ايه؟ مش لمجرد انه اكسوزوم. الاكسوزوم ده في منه هيومن سورس، في منه انيمال سورس، وفي منه بلانت سورس، وفي منه سينثيتيك اكسوزومز. الانيمال سورس ده ممنوع ان هو يتحقن، ده محرم دوليا. الهيومن اكسوزوم فيه مشاكل كتيره جدا، ايثيكالي نون اكسبتبل، FDA نوت ابروفد، وكمان ممكن تعمل اميون ريسبونس او اريتيشن. بيتبقى عندنا تو سورسز، البلانت اوريجين وسينثيتيك اوريجين او الاكسوزومز المصنعه، والاثنين دول بنقدر ان احنا نحصل بيهم على الايفكت اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت هنحافظ على السيفتي والايثيكال فاكتور. عشان كده طورنا تكنولوجي او موليكيول جديد اسمه GDN اكزو جروث فاكتورز DNA كومبلكس، عباره عن بلانت اكسوزوم من مصدر اللي هو السنتيلا، اللي اثبت خلال الفتره اللي فاتت ابحاث كتير جدا قوه السنتيلا اسياتيكا بلانت اوريجين للسكان ستيميوليشن بسبب الكومبوننتس اللي موجوده فيه. فاحنا بنستعمل سنتيلا فيزيكلز اللي هو الاكسوزومز الخاصه بالسنتيلا، بالاضافه لسنثيتيك اكسوزومز اتنين مع بعض. ليه اتنين مع بعض؟ لان السنتيلا بيعمل جنرال ستيميوليشن وبيدخل بسهوله جدا جوه الانترسيلولار ليفل، اما السنثيتيك اكسوزوم اللي احنا بنستعملها فهي ليها تارجتد ستيميوليشن اكشن عن طريق ريسبتورز. ازاي الكلام ده؟ الفايبروبلاست نفسها فيها ريسبتورز، الريسبتورز ديت ريسبتورز مختلفه، كل ريسبتور بيحفز حاجه معينه. فلما اجي على ريسبتور معين، الريسبتور ده هيحفز كولاجين تايب 1، لما اجي على ريسبتور تاني، الريسبتور التاني ده هيحفز كولاجين تايب 3، لما اجي على ريسبتور ثالث، الريسبتور ده هيحفز البيزل ممبرين ريباريشن، الريسبتور الرابع هيحفز الالاستين فورميشن. فبالتالي احنا عن طريق السينثيتيك اكسوزومز بنقدر ان احنا نشكل الاكسوزومز دي ان هي يكون ليها تارجتد اكشن اوفر سبيسيفيك ريسبتورز في الفايبروبلاست عشان ينتج عنها سبيسيفيك اكشن. الجي دي ان اكزو بقى انسايد الاكسوزوم اللي هو السينثيتيك اكسوزوم، ومن هنا بنقدر ندخل سبيسيفيك موليكيول عباره عن DNA مسؤول عن الدي ان اي ريباريشن انتراسيلولار اكتيفيتي، بالاضافه لجروث فاكتورز اللي مطلوبه عشان السيلولار ريباريشن والسيلولار ريجنريشن داخل الاكسوزوم نفسه، وبالتالي بحصل على افكت اقوى بكتير جدا على الانتراسيلولار ليفل، مش بس اكسترا سيلولار لانه ده السهل، مقارنه بالاكسوزومز العاديه اللي بتتحط بس معاها اذر انجريدينتس زي كل البرودكتس اللي موجوده.